اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل كبسة لحمة يا جماعة، كبسة على الطريقة السعودية. أنا نزلت بشوية زيت، وعندي هنا 3 بصلات متقطعين مكعبات، هقلبهم كده كويس مع الزيت. هنفضل نشوح كده فيهم شوية. وهنا معانا لحمة، دي لحمة من الموزة، ومعايا كزبرة خضراء انا مقرطفاها واخده الورقة بتاعتها بس. هنا نزلت بمعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وشوية كمون، شوية فلفل، وهنا دي بهارات كبسة. واقلب بقى التوابل كلها كده مع البصل لحد ما ريحتها تطلع. رميت واحدة لومي او ليمون ناشف، وكان 5 فصوص كده حبهان. لو عندك حبهان ناعم يكون احسن، بس انا ما كانش عندي حبهان ناعم فحطيت 5 فصوص. ونزلت بقى بورق الكزبرة اللي انا مقرطفاه، واشوح بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. لازم نتشوح كويس قوي لما ريحة البهارات تطلع وريحة الكزبرة تطلع. وانا هنا حطيت فصين توم كده، هرست فصين توم ومعلقة معجون طماطم، وانزل بقى باللحمة. نقلبها بقى كويس كده مع كل الحاجات اللي احنا عملناها دي، نشوح كده كويس. ونزلت بقى بمية عادية، مش شرط مية مغلية، لو مش مية مغلية عادي، لان هي الحلة كده كده انا هضغطها دلوقتي فهي هتغلي على طول. طبعا دي الحلة الضاغط اللي بتسوي الحاجة بسرعة، طبعا اكيد كلكم عارفينها. انا بحبها قوي بقى اسوي فيها الحاجات اللي زي اللحوم، الكوارع، الكرشة، بتسعف معايا بصراحة. يعني نص ساعة بالكتير بتكون اللحمة مستوية وزي الزبدة. وهقفل بقى كده الغطا كويس. وهنا الرز بقى، عندي رز بسمتي، هغسله كويس. طبعا هغسله كذا مرة، لازم يتغسل كذا مرة لغاية ما المية بتاعته تنضف خالص تماما، عشان بيكون مليان نشا. فبغسله كويس جدا وبنقعه بقى، يعني مش اقل من ساعة. فانا هنقعه لغاية ما اللحمة استوت كده معايا اهو. كنت نقعت طبعا الرز، قعدت يعني اللحمة قعدت نص ساعة بالظبط على النار. دلوقتي انا هشيل اللحمة. ممكن تحطوا الرز مع اللحمة يبقى كله مع بعضه، بس انا مش بحب كده. انا بحب اطلع اللحمة واسقط الرز في مية اللحمة. اه زي ما انتوا شايفين كده بنزل بالرز. الرز البسمتي طبعا لازم يتنقع يا جماعة، مش زي الرز المصري بتاعنا. الرز البسمتي على الاقل نص ساعة لازم يتنقع. وازوده بقى شوية مية، محتاجة مية كده ازودها شوية مية. وهضغط برضو الحلة. وهنا اللحمة بقى هديها مسحة كده ببودرة الزعفران وحبة زيت وحبة فلفل اسود وذرة ملح بسيطة. انا عايزة لونها محمر، مش عايزة لونها بني زي كباب الحلة كده. انا هديها المسحة دي هتديها لون حلو. طبعا انا هدخلها الفرن على الوش التاني برضو، وهدخلها الفرن. مجرد بس ما تاخد لون كده بسيط عشان ما تنشفش مننا، بنروح قافلين طبعا الشواية على طول. هتشوفوها دلوقتي معايا، يعني ما بخليهاش تتحمر اللي هي تنشف قوي، لا تتشمع بس.
وهنا بقى بعد ما الرز اتشرب وانا هديت عليه النار، برجع اللحمة تاني بعد ما خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، ارجعها كده في الحلة وبخليها تكمل سوا تاني مع الرز وهو على نار هادية. بتكون طرية بقى يعني، او بتكون طرية وزي الزبدة. انا ضغطت عليه تاني طبعا، او زي ما انتوا شايفين كده استوى تماما. هنشيل اللحمة بقى. قبل ما اشيل اللحمة كده انا بعمل له فحماية هو مع اللحمة، وبضغط عليهم ياخد من البخار بتاع الفحم، بيبقى طعمها تحفة زي طعم الرز بتاع المطاعم بالظبط. حتى الريحة ريحة رز المطاعم. هقفل عليه برضو كويس كده عشان ياخد كويس من البخار. وهنا الرز استوى زي ما انتوا شايفين، ولا ملزق بقى ولا حاجة، مفلفل وجميل. وعملت معاه صوص الكبسة، وده شكله النهائي.